مش كل حاجه في جوجل بدات جوه جوجل. اللي الناس ما تعرفوش ان اغلب التولز اللي بنستخدمها في جوجل بدات في الاصل كستارت ابس، وجوجل عجبتها الفكره فاشترتها وبدات تطورها. كان في مشكله بتواجه اي مجموعه بيشتغلوا كفريق عمل، وخصوصا لما بيشتغلوا على فايل بالوورد، ان كان كل واحد لازم يخلص الدور اللي عليه ويرجع يبعته بالميل، وبعد كده يرجع يشتغل بقيه الفريق على اللي هو عمله، ونرجع نابديت ويفضل الفايل رايح جاي ما بين الفريق. ودي كانت مشكله كبيره جدا. بروجرامر امريكيه اسمها سام شوراسكي فكرت في حل للمشكله دي، وقالت ليه ما يكونش فايل وورد واحد بس بيكتب عليه كل التيم، واي حد بيابديت عليه بقيه التيم بيقدر يشوف الابديت ده، وفي نفس الوقت اللي شغال بيقدر يشوف بقيه التيم اونلاين ولا لا. وعملت اول نسخه وسمتها رايتلي. وسنه 2006 جوجل عجبتها جدا الفكره دي، وكانت البدايه لمجموعه جوجل دوكس. وهنا بدات ثوره كبيره جدا في الشغل الجماعي وخصوصا الاونلاين. استنونا الفيديو الجاي هنتكلم على اختراعات اغرب واغرب واغرب. سلام.